كأنه بيروح عشان يقابل المديرة، وفي عز ما هي بتتكلم بيبان على تاكي إنه سرحان ومش مركز معاها وبيكون بيفكر في ميتسوها. ولما المديرة بتلاحظ ده بتقوله ممكن نتقابل في وقت تاني وبتسيبه وتمشي. وكانت ميتسوها كاتبة إن بعد ميعاد مقابلة المديرة هيشوف النيزك اللي هيعدي في السماء، لكن تاكي وقتها ما بيكونش فاهم حاجة. وبنروح بعدها لميتسوها اللي بيكلمها واحد من صحابها وبيقول لها إن النيزك مفاضلش عليه كتير وإنه مستنيها هو وصاحبتها، وكان باين على ميتسوها الخوف جدا. وبتروح ميتسوها عشان تشوف النيزك اللي بيتقسم لجزئين في السماء. ومن بعد اللحظة دي بيتوقف تبادل الأجسام بين ميتسوها وتاكي اللي ما بيبقاش عارف السبب. وبعد يوم والتاني والتالت لحد ما جاله شعور بالقلق، وكان بيتردد شعور إن في حاجة ناقصة وإنه فقد حد عزيز عليه، ولكنه قرر إنه يدور عليها بنفسه. وبيروح البيت وبيبدأ يرسم كل مكان راح له وهو في جسم ميتسوها. ولكن بعد محاولاته إنه يلاقي القرية على النت ومش بيلاقي حاجة، بيفكر إنه يبدأ يدور على إنه يلاقي القرية بنفسه. ولما بيروح للمحطة بيتفاجئ إنه بيلاقي صاحبه ومديرته هناك اللي بيقولوا له إنهم قلقانين عليه من تصرفاته الغريبة آخر كام يوم. ولما بيركبوا القطر تاكي بيحكي لهم كل حاجة وبيقرروا إنهم يساعدوه إنهم يلاقوا القرية معاه. وفعلا بيبدأوا يدوروا على القرية في كل حتة ويسألوا عليها، ولكن مش بيلاقوا ليها أي أثر. وبيستسلم تاكي وبيقرر إنه يوقف بحث عن القرية، وبيقنع نفسه إن فعلا ممكن يكون حلم ومفيش حاجة حقيقية من اللي حصلت. ولما راحوا عشان ياكلوا في مطعم، الست اللي بتقدم لهم طلبات اتعرفت على شكل القرية وعرفتها لما بصت على الرسومات اللي تاكي راسمها. وبتقول له إن القرية اسمها ايتيموري، وبتعرفوا إن جوزها يبقى من نفس القرية دي. وتاكي بيتحايل على الراجل إنه يوصله للقرية دي، ولكنه بيقول له بقت مهجورة من بعد ما النيزك وقع عليها من 3 سنين وماتوا كل اللي كانوا فيها. وبيتصدم تاكي وبيقول إزاي دي كانت بتكتب لي رسايل. وبيفتح التليفون عشان يشوف الرسايل، بيلاقي الرسايل بدأت تختفي. وبيبدأ تاكي يجيب كتب بتتكلم على الحادث ده، وفعلا بيلاقي إن الواقعة دي حقيقية. ولما بيدور في سجل الضحايا بيلاقي اسم ميتسوها وإنها فعلا ماتت من 3 سنين. وساعتها بيفقد تاكي الأمل وبيأكد لنفسه إن كل ده مجرد حلم. وساعتها المديرة بتدخل عليه وبتشوف في الكتاب صورة لجبال القرية، بتقول له إن الجبال دي شبه الجبال اللي مرسومة على الحظاظة اللي هو لابسها في إيده. يقول لها إن في حد اداها له زمان ولابسها من يومها، وبيحاول يفتكر مين اللي كان مديها له ولكنه مش بيفتكر. وبرضه كان تاكي عنده أمل وقال إنه يمشي ورا أمله الأخير، وبيقرر إنه يروح عند الجبال دي يمكن يقدر يوصل لها. وفعلا بيوصل تاكي للجبال، وهناك بيتأكد إنه ما كانش بيحلم وإن فعلا كان بيبدل جسمه مع ميتسوها، ولكن مش في نفس